السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنباء عن انفصال اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان واللاعب المغربي في منتخب المغربي، انفصاله عن زوجته هبة عبوك الممثلة الإسبانية من أصول تونسية. أشرف حكيمي ظهر وتألق واشتهر بزاف في الألعاب الأخيرة، ألعاب كأس العالم. اشتهر وحبوه الجماهير العربية، ولكن هنالك ادعاءات في هذه الأيام عن أن فتاة فرنسية قامت بالتبليغ على أنه حاول اغتصابها. وتقول الفتاة أنها تعرفت عليه من موقع انستغرام، وقامت بركوب سيارة واتجهت إلى منزله أين حدثت تلك الأحداث، في منزل اللاعب. وتقول الصحف الإسبانية أن زوجة أشرف حكيمي وأشرف حكيمي كان على خلاف، يعني ما كانوش متفاهمين، وهذه الواقعة سرعت من اتخاذ القرار، أو سرعت من أن زوجة أشرف حكيمي تأخذ قرار الانفصال، وبدات يعني لي بروسيدور باش تطلق من أشرف حكيمي. هذه هي زوجة أشرف حكيمي، راكم تشوفوا في شفتوها. هي ممثلة إسبانية من أصول تونسية، أكبر من أشرف حكيمي، وعندها طفلين من أشرف حكيمي، عندها طفلين. وظهرت في كأس العالم الأخيرة. يعني كاين الناس بزاف لاحظوا أن هنالك عدم رضا من زوجة أشرف حكيمي بعد ما سجل هدف، فقالت له حتى درت على الملعب كامل باش جيت لعندي. يبدو أنها إما تحب أشرف حكيمي، يعني يعطي لها الأولوية في كل شيء، أم أنها تعاني الإهمال. المهم هو كان يظهر عليه أنه يحبها، ولكن ما نقدروش ناخذوا صورة أو الحقيقة من التعامل أمام الكاميرات. أشرف حكيمي يعني يعد أسطورة في المغرب، وأيضا محبوب جدا خارج المغرب، خاصة في البلدان العربية، لأنه هو من قاد فريقه لتكسير حاجز العبور إلى الأدوار المتقدمة في نهائيات كأس العالم، وكسر الصورة النمطية لعدم فوز المنتخبات العربية والمنتخبات الإفريقية. ويعني الآن يعني المنتخب المغربي كما نقولوا فتح الشهية للدول العربية والدول الإفريقية أنهم يبادروا ويحاولوا يتقدموا في المباريات، ولما لا يأخذوا كأس العالم. يعني هو اللي كسر الصورة النمطية. فهذه الادعاءات إذا كانت حقيقية فهي خسارة كبيرة لسمعة اللاعب، وأيضا للكرة العربية المغربية وأيضا العالمية، لأنه يعد من أحسن الأظهرة في العالم. يلعب أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان. تزوج من هبة عبوك في 2020 وعنده منها ولدين. وهذه كما قلنا أن الفتاة قامت ما قامتش يعني راحت توجهت إلى مركز الشرطة حيث أخبرتهم بالوقائع، ولكنها لم تقدم بلاغ، بينما الشرطة الفرنسية باشرت التحقيقات في مزاعم الفتاة. احنا نعرف أن الفتيات في أوروبا يستعملوا هذه الحيلة كثيرا من أجل أخذ المال من المشاهير.
عندما تثبت إدانتهم أو يكون هنالك يعني احتكاك جسدي، يقدروا يأخذوا تعويضات مالية ضخمة وأيضا شهرة. ولكن يبقى الفعل إذا كان صحيح. الفعل هذا لا يحبه أي شخص ولا يمكن الدفاع عنه إذا ثبت ذلك. احنا نتمنى أنه تكون فقط ادعاءات، بينما قلنا مع الأول لما صدرت هذه الاتهامات أشرف حكيمي والنادي اللي يلعب فيه ما قالوا حتى تعليق حول الموضوع. ولكن بعدما نشرت الصحف الإسبانية أن زوجة حكيمي طلبت الطلاق، نفى أشرف حكيمي هذه الادعاءات بأنه قام باغتصاب فتاة. نفاها الوقائع نفاها جملة وتفصيلا. وأيضا من الممكن أنها إما زوجته، بما أنها طلبت الطلاق في هذه الأثناء، فهنالك احتمالين اثنين: إما أنها اغتنمت الفرصة حتى تسرع في عملية الطلاق وتأخذ تعويضات، أو أنها تثبت الوقائع وتكون يعني في صف المدعية ضد زوجها حتى تثبت الوقائع وتأخذ يعني حقها، والطلاق تأخذه بسرعة. أم أن هنالك بالك الزوجة تاعو تكون تحققت من الأمر أو لقات دلائل أنه بالفعل أشرف حكيمي قام بهذا الفعل، وهي ما قدرتش تبقى معاه بعد الخيانة. من هي هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي؟ هذه هي زوجة أشرف حكيمي، هي ممثلة إسبانية يعتبرها الإسبان أنها أيقونة من أجمل جميلات إسبانيا، الممثلات الإسبانية، مع أني أراها عادية. المهم يبقى أشرف حكيمي لاعب محبوب جدا، ونتمنى أنها تكون مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، لأنه يعني كثير للكرة المغربية والكرة العربية. وإن شاء الله المشاهير أنهم ياخذوا بالحسبان يعني حب الجماهير وحب الآمال اللي راهي متعلقة بهم، ويحاولوا أنهم يبعدوا على هذه الأفعال والمنكرات حتى يخليوا صورة طيبة، وما يخليوش صورة نمطية أن بلدان شمال إفريقيا هم مكبوتين، أو لأنهم هم مشاهير يعني الناس ياخذوا منهم فكرة على بلدانهم. نتمنى فقط أنها تكون مجرد اتهامات باطلة، وإن شاء الله يأخذ إذا كان ظالم يعني القضاء هو اللي يفصل في الأمر، نخلوها للقضاء إن شاء الله. فقط نتمنى أنها تكون مجرد اتهامات باطلة. شكرا على المتابعة، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.